السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله. المهم اليوم بغيت نحضر معكم واحد التحليه رائعه بارده كتكون توجد للسحور، كتكون رائعه. المهم كما كتشوفوا عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، وعندي هنايا معلقه ديال السكر. السكر على حسب الذوق، انا ما بغيتش التحليه ديالي تكون حلوه بزاف، درت فيها غير معلقه. وعندي هنايا معلقه كبيره او معلقه ونص ديال المايزينا اللي هي النشا. وعندي هنايا ياغورت طبيعي كما كتشوفوا، واحد العلبه ديال ياغورت طبيعي. دابا غادي نبداو نقدموها ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نبداو ان شاء الله نوجدوا التحليه ديالنا. كما كتشوفوا غنكب الحليب، وعندي هنايا معلقه ديال السكر كما كتعرفوا. انا التحليه ديالي ما بغيتش نديرها تكون حلوه بزاف، وغادي نخلط مزيان باش يذوب داك السكر في الحليب. ودابا غادي نلوح معلقه ديال المايزينا صافي، ونخلط مزيان حتى يذوب ديك المايزينا باش ما تبقاش لينا محببه. وهنايا هذا الياغورت ما غاديش نلوحو دابا حتى ينطفي على الحليب ديالي ونخليه يبرد، عاد غادي نلوح الياغورت. دابا غادي نلوح الحليب ديالي حتى يغلي. كتشوفوا كنخليوه حتى كيغلى مزيان كما كتشوفوا، حتى يغلي مزيان يتغلى. دابا من بعد ما غلى غادي نخليه يبرد حتى يبرد مزيان، ما يبقاش سخون. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما برد ليا الحليب مزيان خليته حتى برد مزيان، ما خصنيش نخليه سخون باش الياغورت اللي غادي نلوح فيه ما يخسرش. كما كتشوفوا خليته حتى برد شي شويه، يعني ماشي خليته برد عاوتاني بزاف، ولكن غير شي شويه غير دفى. المهم ما بقاش يعني الحراره بزاف. صافي ولحت دابا الياغورت كما شفتوا، غادي نخلط مزيان داك الياغورت باش يتخلط مزيان مع داك الحليب. التحليه هذه كتجي رائعه. صافي من بعد ما خلطت مزيان الحليب ديالي مع داك الياغورت، دابا غادي نحطو هكايا في الزليفات كما كتشوفوا، وغادي ندخلو للثلاجه تقريبا لواحد ساعتين اولا 3 السوايع. كيجي رائع للسحور ويعني صحي. صافي دابا غادي ندخلوهم للثلاجه ونتلاقاو ان شاء الله. وهذه هي التحليه ديالنا من بعد ما وجدات كما كتشوفوا، كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. هانتوما كما كتشوفوا كيفاش تجي، وزينتها شي شويه هكا بشويه الزبيب وشويه اللوز. تزين على حسب كل واحد وباش بغى يزين. كما كتشوفوا كيفاش كيجي التحليه ديالي، وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. وهنا درت معها شي شويه ديال التين، وان شاء الله كنتمنى تعجبكم. والى عجبتكم ما تنساوليش لي لايك، وشكرا لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.